في الفيديو ده انا هشرح بالتفصيل ازاي تقدر تعمل ريل بشكل كامل على ادوبي بريمير برو. بين قوسين ريل يدفع فيه $25. طبعا السعر بيختلف من شخص للتاني، ولكن خلينا نقول في المتوسط ان هو ده السعر. كمان الفيديو ده هيكون مفيد ليك لو انت شخص لسه مبتدئ في مونتاج الريلز، او حتى كمان محتاج تاخد افكار. فبس كده ممكن تجيب كوبايه شاي او كوبايه قهوه وتركز معايا. الموضوع بسيط ولكن هناخد شويه وقت مع بعض. تعال اعرفك على اداه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكارك، والاداه دي هي ميرو. اداه ميرو هتساعدك ان انت تنظم افكارك، وده علشان هي هتخليك تقدر تعمل مايند مابس وكمان فلو تشارتس، كمان ترسم اي نموذج عمل او فريم ورك. والاداه دي بكل بساطه موجوده اونلاين، يعني ممكن تفتحها من اي متصفح ومش محتاج تحملها. وبس كده، ده رابط الاداه. طيب زي ما انتم شايفين ده كده البروجكت بتاعنا، ومن هنا خلينا اقول حاجه مهمه جدا. في فيديو اساسيات لبريمير برو انا كنت عملته، فلو انت ما عندكش اي معرفه خالص عن ادوبي بريمير فممكن تروح تشوف الفيديو ده. فيديو برده بسيط ولكنه طويل شويه، ولكن اوعدك ان انت هتخلصه وتطلع هنا فاهم كل حاجه. فدي نوت مهمه جدا لاي حد لسه مش فاهم البريمير. طيب دلوقتي انت شفت الفيديو مكمل معايا، خلينا اول حاجه نروح نفتح السيكونس بتاعنا اللي هو ده سيكونس فاضي ما فيهوش اي حاجه، وخلينا نتاكد من الابعاد بتاعته. هنلاقي ان هي 1080 في 1920 يعني فيرتيكال او بالطول، وده هو اللي باين معانا هنا زي ما انتم شايفين. من هنا ناخد الفيديو بتاعنا او الاي رول بتاعتنا ونحطها في التايم لاين بالشكل ده. كمان حابب اوضح ان لينك الفيديو ده هتلاقوه موجود تحت في الوصف، لو انت محتاج تحمله وتتمرن عليه وتطبق زي ما انا بطبق فتقدر تاخد الفيديو ده بشكل مجاني تماما. طيب خلينا نرجع هنا تاني، وهو هنا بيقول لنا كليب مس ماتش وورنينج، او بيقول لك ان الفيديو اللي انت حاطه مش بنفس ابعاد السيكونس. فانا هقول له keep existing settings بحيث ان هو يحط الفيديو بالشكل ده، ولكن احنا هناخد بالنا ان الفيديو مايل، فنروح عند الروتيشن هنا في البروبرتيز ونخليها على 90. كده هنلاقي الفيديو اتعدل معانا ما فيهوش اي مشكله. حلو قوي. احنا دلوقتي حطينا الفيديو بتاعنا جوه السيكونس جوه برنامج ادوبي بريمير برو، واول حاجه احنا المفروض نعملها حالا وهي الفيرست كات، او ان احنا نقطع السكتات اللي في الفيديو اللي زي كده. الحاجات اللي انا ببص فيها على السكريبت وببص فيها على الكاميرا مش بظبط الكلام بتاعي باحسن شكل من الاشكال. فخلينا دلوقتي ناخد نظره على ازاي بنقطع الفيديو اللي زي كده. اول حاجه انا بشغل عادي الفيديو بتاعي بالمنظر ده كده، هلاقي ان انا ببدا اقعد واظبط القعده بتاعتي، فممكن اضغط على ال علشان بس اسرع الريتم شويه. كمان 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 كمان. هنا نبدا نوقف ونشوف على اداه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكارك. تعال اعرفك على اداه هتفيدك. اوكي، هنا انا بدات اقول اول جمله، فاروح اجيب الريزر تول وهعمل كات، وهنا كمان لو انت بتحب تخطط لافكارك، وهنا كمان هعمل كات بالمنظر ده. بس هاخد بالي ان وانا بعمل كات اعمل كات بعد ما بوقف كلام بنص ثانيه او بثانيه، وده علشان الفواصل ما بين الكلام نفسها تكون مستريحه، فبالتالي اللي بيشوف الفيديو بتاعي ما يتعبش او ما ينهجش. لو الكلام كله ماشي ورا بعضه فهو الموضوع بالنسبه له هيبقى سريع. فخدوا بالكم جدا من حاجه زي كده، ان بعد ما الكلام بيقف كمل شويه لقدام واعمل الكات بتاعك زي كده بالظبط. كده احنا كل اللي ورا ده مش محتاجينه، فممكن نضغط على شيفت ديليت علشان نمسحه ونبدا نشغل. تعال اعرفك على اداه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكارك. حلو قوي. في شورت كاتس انا بستخدمها بتسهل عليا الموضوع جدا. لو انت شفت الفيديو بتاع اساسيات البريمير هتعرف ان انا بستخدم 3 زراير، وهما الكيو والدبليو والاي. كل الفكره ان الدبليو بيعمل كات طول ما انا ماشي، يعني وانا بضغط على دبليو انا بقطع الفيديو كده. اما بالنسبه للكيو فهو بيعمل لي كات لحد اول كات ناحيه الشمال، فانا واقف كده لو ضغطت على كيو هلاقي ان هو عمل كات ورجع لحد اول كات ناحيه الشمال. وعلى العكس تماما، لو انا عملت كات هنا مثلا دبليو وجيت في النص وضغطت على حرف الاي فهو هنا هيعمل لي كات لحد اول كات ناحيه اليمين بالمنظر ده. فهم دول الثلاث زراير اللي بيوفروا معايا وقت كتير في الفيرست كات، وانا هسيب لكم لينك الشورت كاتس بتاعتي جوه البريمير تحت في الوصف ان شاء الله تقدروا تحملوها. خلينا نبدا نشغل ونشوف. نسرع شويه. اوكي، هنا انا ببدا اقول اسم الاداه، والاداه دي هي ميرو. تمام، فانا هضغط هنا على دبليو وهرجع ورا اضغط على شيفت ديليت علشان اشيل كل اللي فات وابدا اشغل. والاداه دي هي ميرو. هعمل هنا كات كمان، وزي ما قلت لكم خلوا الكات بنص ثانيه مثلا بعد ما الكلام بيقف. نكمل. اداه ميرو هي اداه هتساعدك تنظم افكارك. هنا كمان كات، بس قبل ما عيني تقفل هرجع كام فريم كده واضغط على دبليو علشان يعمل كات، وهكذا دواليك لحد اخر الفيديو بتاعي. فانا هسرع العمليه دي، بس الفكره ان انا اديتكم دلوقتي الحاجات المهمه اللي انا بعملها زي الشورت كاتس مثلا، وانها بتوفر معايا وقت كتير، وكمان فكره ان احنا بنعمل كات بعد ما الكلام بيقف بنص ثانيه او بثانيه، وده علشان نحافظ على استقرار الكلام وانه ما يكونش ورا بعضه. فانا دلوقتي هسرع لحد اخر الفيرست كات.
فدي كده كل حاجه بالنسبه للفيرست كات. نيجي بعد كده لتاني مرحله معانا وهي الكابشنز، ودي فيها كام حاجه تريكي، زي ان مثلا لازم تاخد بالك من عدد الكلمات او الماكسيمم بتاعك، ان هو مثلا يكونوا 3 كلمات او 4 كلمات، ما يزيدوش عن كده علشان الكلام ما يتقسمش على سطرين. وحاجات تانية كمان زي ان انت تحط فين الكابشنز بتاعتك، فخدوا بالكم جدا لان الحاجات دي تريكي. وخليني كمان اقول لكم احنا المفروض نحط الكابشنز فين، وايه الاماكن اللي ممنوع نحط فيها الكابشنز، علشان مثلا هتبقى متغطيه بحاجه تانية او مش هتبقى واضحه وما الى ذلك. طيب خلينا نتاكد ان اول حاجه احنا مفعلين حاجه اسمها الرولر اللي هي دي، ولو مش متفعله روح عند الزائد وهاتها من هنا وشدها وحطها تحت بالمنظر ده. انا طبعا مفعلها زي ما انتم شايفين وكانت مقفوله، دلوقتي شغلتها. وتاني حاجه كمان هتاكد ان الشو جايدز موجوده، علشان هي دي اللي هبدا اقول انا حابب احط الكابشنز بتاعتي فين ومش المفروض احط الكابشنز بتاعتي فين. اول حاجه تعالى نشد خط من هنا نسيبه عند 89% او 90% بالمنظر ده. كمان تعالوا نشد خط من فوق لتحت بالمنظر ده ونسيبه هنا، وده علشان نكتشف حاجه مهمه، وهي ان الجزء اللي تحت ده كله بيكون فيه الكابشن. لو انت هتنزل الفيديو على تيك توك او على انستجرام فغالبا الجزء ده هو اللي بيبقى مكتوب فيه الكابشنز والحاجات اللي ليها علاقه بالبروفايل وكده، والجزء ده اللي بيبقى فيه اللايك والكومنت والشير والحاجات اللي زي دي. فاحنا الاماكن دي المفروض نبعد عنها بشكل تام. طيب خلينا كمان نشد جايدز على الوش، وده علشان نوضح حاجه مهمه، زي ان التركيز كله بيبقى موجود جوه البوكس ده. انا كل الناس دلوقتي مركزه على وشي. طيب احنا نفهم ايه من الكلام ده؟ نفهم ان احنا كل ما نخلي الكتابه قريبه من وشي كل ما ده هيكون مريح اكتر لعين المشاهد وهو بيتفرج، لان هو المفروض يبقى واخد باله من الكتابه اللي هي الكابشنز، وفي نفس الوقت يبقى واخد باله من تعبيرات وشي، من طريقه كلامي، من الكلام اللي انا بقوله. هو لما يبص عليا هيركز اكتر في اللي بيسمعه وهكذا. فممكن من المعلومتين دول نوصل لاستنتاج، الا وهو ان احنا لو نزلنا خط هنا وخط كمان هنا ممكن نكتب الكابشنز في الجزء ده، وبكده احنا عملنا كابشنز في مكان مظبوط، مش بعيدة هتتغطى بحاجة تانية، وفي نفس الوقت تكون قريبة من الوش علشان الشخص اللي بيتفرج عينه ما تروحش بعيد. حلو قوي. خلينا نروح عند التكست تول ونرسم بوكس هنا. انا بالنسبه لي شايف ان كل 3 كلمات كويسين مع بعض، ماكسيموم ان انا اكتبهم في سطر واحد، مش هروح ل4 او 5 او 6، وممكن اقلل عن 3 يعني حسب برضو الكلام اللي بيتقال. في حاجات كلمتين بيبقوا واضحين، في حاجات اللي لازم يبقوا 3 كلمات علشان يبقوا مفهومين وهكذا. فانا هنزل عن ال3 كلمات ولكن مش هزيد عن ال3 كلمات، وزي ما قلت دي حاجه انت اللي بتحددها حسب الفيديو اللي انت شغال عليه. طيب خلينا نشد الكتابه بتاعتنا بس في اول الفيديو ونسمع الكلام اللي انا بقوله. تعال اعرفك على، انا هنا بقول تعالى اعرفك على، دي بتبقى بدايه جمله تانية، فانا هقول بس تعالى اعرفك وهبدا اشوف الكلام اللي بعده واكتبه. وانا واقف هنا هروح عند البروبرتيز ودبل كليك علشان اكتب تعالى اعرفك. ومن هنا ممكن نظبط شويه حاجات، زي ان النص بتاعنا يبقى مكتوب في النص، زي ان النص بتاعنا يبقى RTL علشان لو هنكتب كلام عربي وانجليش يبقوا الاثنين متنسقين من اليمين للشمال. وكمان تعالوا نظبط الفونت. فانا مثلا بستخدم فونت اسمه IBM Plex، وهستخدم الوزن اللي هو ميديوم منه، ولكن هتاكد ان انا بس محدد الكتابه، وممكن الوزن ده الميديوم كويس قوي، بس هصغر الفونت شويه. كمان هخلي الفونت بتاعي في النص بالمنظر ده، وهنزل كمان تحت علشان اتاكد ان الجرافيك كله موجود في النص، ده مهم جدا. ده زي ما قلت احنا مش هنضغط عليه علشان بس احنا عارفين هنكتب الكابشنز بتاعتنا فين، فانا هضغط بس على الالاين سنتر هوريزونتالي دي علشان اتاكد ان الكتابه او الجرافيك بتاعي موجود في النص بالظبط. جميل. خلينا نشيل بقى الجايدز ونبدا نركز في حاجه كمان مهمه، زي ان احنا محتاجين نخلي فيه باك جراوند على الكتابه مثلا، ونخلي لونها اسود. ممكن نعملها اكسباند بحيث ان هي تبقى معديه الكلام بشويه، وممكن كمان نزود الراوند بتاعنا بحيث ان هو يبقى على 20 مثلا بالمنظر ده. فده كده هيبقى شكل الكابشنز بتاعتي. ممكن ارجع كمان واصغر الكتابه بتاعتي بحيث ان هي تبقى مينيمال اكتر وتبقى مناسبه لحجم وشي مش كبيره. فانا بالنسبه لي كده شايف ان شكل الكتابه حلو قوي. باي ذا واي او بالمناسبه ممكن تخلي اللون بتاع الفيل بتاعك حسب ما انت عايز تخليه اصفر مثلا براحتك، عايز تعمل له ستروك باي لون انت عايزه برده براحتك مفيش اي مشكله، حابب تعمل له شادو مفيش اي مشكله. ولكن من رايي بقول ان افضل شكل بيكون للكابشنز بتاعتك بيكون باللون الابيض، لانه بيكون واضح. وكمان انا عززت من ده لما حطيت باك جراوند لونها غامق علشان يبقى الكلام نفسه واضح ويبقى مقري بالنسبه للشخص اللي هيشوف الفيديو. جميل. خلينا نبدا نشغل. تعالى اعرفك، انا بقول تعالى اعرفك، فاحنا كده خلاص قلنا اول كلمه تمام. على اداه هتفيدك
تمام. انا من هنا ببدا اقول على اداه هتفيدك، فانا محتاج اكتب 3 كلمات. فلو انا حددت الكتابه بتاعتي وضغطت على الت من الكيبورد وشديت بالماوس، هعمل نسخه من الكابشنز بتاعتي او من الجرافيك اللي انا عملته. فمن هنا انا ممكن اقف على تاني كابشن او تاني كتابه، واجي هنا عند البروبرتيز دبل كليك وهقول على اداه هتفيدك، فتبقى دي شكل الكابشنز. تعال اعرفك على اداه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكار. لو انت بتحب، اوكي، هضغط على الت شد. لو انت ممكن اقول هنا لو انت بتحب، واتاكد ان الكلام ماشي مع اللي انا بسمعه. ده هتفيدك. تمام. انا هنا لحد هنا بقول هتفيدك، فلو ضغطت على كنترول وجيت ما بين الكتابتين دول هقدر اضغط واشد لقدام، فخلي الفاصله ما بين الكلام والكلام هنا بدل ما كانت هنا. خلينا نشوف. هتفيدك لو انت بتحب هنا انا ببدا اقول تخطط لافكارك، فهشد ده كده لورا واضغط على الت واشد الكتابه بتاعتي كمان، اعمل منها نسخه واكتب هنا تخطط لافكارك بالمنظر ده. خلينا نشوف دلوقتي. تعال اعرفك على اداه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكارك. جميل. دلوقتي انا كتبت اول جزء من الكابشنز، بعد كده بكل بساطه انا بطبق نفس اللي انا عملته معاكم ولكن على مدار الفيديو. فعلشان احافظ على وقتكم انا هسرع برضو من العمليه دي، ولكن هي الجزء اللي انا بعمله في البدايه هو اللي احنا بنعمله في كل الفيديو. فدي كانت كل حاجه بالنسبه لمرحله الكابشنز. زي ما انتم شايفين انا طبقت كل الكابشنز بتاعتي على الفيديو ما عدا اخر جزء، علشان انا هسيب رابط الاداه في اخر الفيديو. فبس كده احنا دلوقتي خلصنا مرحله الكابشنز، وخلينا نروح للمرحله اللي بعدها. نيجي بعد كده لثالث مرحله معانا، وهي ان احنا هنخطط للايديتنج اللي احنا هنعمله. لو انتم مش عارفين فالفيديو ده هيبقى فيه جرافيكس وفوتج وتايتلز وحاجات زي كده، فخلينا نبدا نخطط لده قبل ما نعمله بالفعل مع بعض. وده بس علشان تفهموا الطريقه بتاعتي في مونتاج الفيديوهات بتبقى عامله ازاي، وكمان علشان يبقى وصل لكم صوره واضحه عن ازاي تقدر تخطط للمونتاج بتاعك. فخلينا نبدا نشغل الفيديو بتاعنا عادي خالص. انا هنا ممكن اقول ان انا هعمل مثلا زوم ان، فوانا واقف على التايم لاين بتاعي ومش محدد اي حاجه، هتاكد ان مفيش حاجه انا محددها، هضغط على حرف الام، وده علشان اعمل ماركر. فبالتالي لو ضغطت على الماركر اللي اتعمل دبل كليك هقول هنا مثلا زوم ان بالشكل ده. فكده انا خلاص عملت ده، او عارف ان ده هيبقى للزوم ان، او عامل علامه انا عارف انا هشتغل في ايه هنا بالظبط. خلينا نكمل. والاداه دي هي ميرو. هنا انا ممكن اعمل ماركر كمان واقول هنا ان انا هبين لوجو ميرو، شو ميرو لوجو مثلا. خلينا نكمل. اداه ميرو هتساعدك ان انت تنظم افكارك. ممكن اقول مثلا هنا ان انا هجيب ايكون ليها علاقه بتنظيم الافكار والحاجات اللي زي كده، فهقول اد نوتس ايكون واضغط على انتر. خلينا نكمل. انت تنظم افكارك، وده علشان هي هتخليك تقدر تعمل مايند مابس. هنا مثلا انا ممكن اجيب فيديو للتول نفسها وانا بعمل فيها مايند ماب، بحيث ان انا اوري بقى الحاجه اللي بتحصل جوه السوفت وير نفسها عامله ازاي. فاقول شو مايند ماب ريكوردنج بالشكل ده. خلينا نكمل. وكمان فلو تشارتس، ممكن مثلا احط ترانزيشن واحط بعد كده فيديو للفلو تشارتس، هنا يبقى نفس الفكره شو فلو تشارت. خلينا نكمل. كمان ترسم اي نموذج عمل او فريم ورك. نفس الكلام، هجيب فيديو وانا عامل فريم ورك جوه البرنامج، دبل كليك شو فريم ورك. خلينا نكمل. والاداه دي بكل بساطه موجوده اونلاين. ممكن هنا احط كمان ايكون لعلامه ان الحاجه دي موجوده على النت، او كره ارضيه اللي هي زي بتاعه www. خلينا نكمل. يعني ممكن تفتحها من اي متصفح ومش محتاج تحملها وبس. ممكن انا ما احطش اي حاجه، اسيبها زي ما هي متصفح ومش محتاج تحملها وبس كده. ده رابط الاداء. ودي كده نهايه الفيديو. برضو مش هحط اي حاجه لان الفيديو بتاعي المفروض ابدا وانا ظاهر فيه وانتهي برضو وانا ظاهر فيه، وده علشان اوري السي تي اي بتاعي اللي هو في الحاله دي الويب سايت بتاع التول. زي ما انتم شايفين دلوقتي بعد ما حطينا كل الماركرز بتاعتنا بطول الفيديو، خلينا بعد كده نبدا نحط الاسيتس او الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الفيديو بتاعنا. فانا في فولدر البي رولز بتاعي جمعت شويه الاسيتس اللي احنا هنستخدمهم في الفيديو، وخلينا نحطهم دلوقتي في فولدر البي رول علشان نبدا ناخد منهم حاجات وننزلها على التايم لاين بتاعنا، على الفيديوهات مثلا اللي متسجله للتول نفسها او اللي احنا مسجلينها، ودي بالفعل احنا حطيناها في البي رولز. حاجات زي كده مثلا دي حاجات احنا هنعتمد عليها. كمان في حاجات تانية زي الايكونز اللي هي زي كده دي كمان، وفي حاجات تانية زي لوجو مثلا الاداة اللي احنا بنستخدمها، واخر حاجة باك جراوند زي دي، ودي هقول لكم احنا هنستخدمها في ايه كمان شوية. فهم دول الاليمنتس اللي احنا هنستخدمهم علشان نكون الفيديو بتاعنا. خلينا دلوقتي نبدأ واحدة واحدة وبشكل منظم. نبدأ نشغل الفيديو تاني عادي.
تعال اعرفك على اداه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكارك. احنا هنا قلنا ان احنا هنحط زوم افكت، فاحنا هنخلي الزوم للمرحله اللي بعد كده، فمش هنعمل اي حاجه في الفيديو ده. نكمل. والاداه دي هي ميرو. تمام، حلو قوي. انا بقول هنا والاداه دي هي ميرو. جميل. انا في الجزء ده هروح اول حاجه اعملها ان انا افتح البريمير فايلز، وهضغط على علامه الورقه دي، وهضغط على color item علشان اعمل باك جراوند باللون الابيض. ممكن مش بالابيض، ممكن بلون داكن شويه عن الابيض زي كده مثلا. ممكن كمان نفتحه شويه كده مثلا، ونضغط على اوكي كمان، ونجيب الباك جراوند بتاعتنا نحطها هنا، بحيث ان دي تبقى الباك جراوند اللي احنا هنحط عليها اللوجو بتاعنا. بس هنا انا مش هخلي اللوجو على من اول كلمه والاداه دي هي ميرو، لا انا هخلي الباك جراوند دي تبقى على كلمه هي ميرو بس، لان انا هظهر اللوجو بتاع ميرو على الجزء ده بس، فهيبقى بالشكل ده. والاداه دي انا ظاهر فيها هي ميرو، هي اللي انا بس هحط فيها اللوجو. فخلينا نرجع تاني عند البي رولز بتاعتنا، ونجيب لوجو ميرو نحطه هنا، كمان نصغره بحيث ان هو يبقى قد المات بالشكل ده. وبناء على رؤيتنا في اول الفيديو ان احنا المفروض بنركز في الجزء ده، وبما ان انا الناس كلها كانت مركزه على وشي، فممكن هنا نطلع لوجو ميرو شويه لفوق، وكمان نصغره شويه بالمنظر ده علشان يبقى متناسب مع الكات اللي حصلت. هنا الناس كلها مركزه مع وشي، الكات مركزه مع اللوجو، مش محتاجين يحركوا عينيهم علشان يركزوا في الحاجه اللي انا بتكلم عنها، فده كده كانه سموث كات بالظبط. ولكن الصوره اولا روحها مش موجوده شويه، فاول حاجه مثلا خلينا نروح نجيب الجريد اوفرلاي اللي هي دي، نحطها كده، كمان نخليها قد الفيديو بتاعنا او قد الحته دي كده بالظبط، نخليها بزاويه 90 درجه. ممكن نعمل حاجه كمان، وهي ان احنا نروح عند الافكتس نجيب تاثير اسمه انفرت، وده علشان نخلي الجريد نفسها لونها اسود، فنشد التاثير بتاعنا نحطه كده، هتلاقي ان اللون بقى بالمنظر ده. هرجع تاني عند الافكت كنترولز علشان اقلل الجريد بتاعي شويه، لان هو مساحته كبيره قوي بالنسبه للباك جراوند، وعلشان يبقى واضح كده. وممكن كمان اخلي الاوباسيتي بتاعتي على 40 بالمنظر ده، ممكن كمان اقللها على 30 بس ان هي تكون باينه مش اكتر من كده. فده كده شكل الباك جراوند بتاعتنا. ممكن كمان والله نقللها عن 30 نخليها مثلا على 20، فده كده شكل الباك جراوند بتاعتنا. دلوقتي احنا ضفنا حاجه للباك جراوند اديتها روح شويه، ولكن الروح هتكمل بوجود حركه في اللوجو. فانا قبل كده كنت مشير حاجات ليكم وهسيبها لكم برضو في رابط الفيديو، اللي هي سلايد داون داون واب اب وليفت ليفت رايت رايت وهكذا. فانا هسيرش على داون داون وهحطها على اللوجو بتاعي، وكل فكرتها ان هي تعمل لي الانيميشن اللي في البدايه ده، ان اللوجو بينزل مره واحده. بس انا هاجي عند الافكت كنترولز علشان اتحكم في التاثير ده، وهشيل اخر 2 كي فريمز، لان انا مش محتاج الافكت بتاعي يطلع، انا بس محتاجه يدخل بس. وهقف كمان عند اول كي فريم اشده لفوق شويه علشان دي هي يبقى التاثير باين بالمنظر ده. خلينا نشوف كمان كده. والاداه دي هي ميرو. حلو قوي. فكده اللوجو بيظهر بشكل لطيف وعلى خلفيه كمان حلوه لطيفه. فاضل بس ان احنا نكتب اسم الاداه. طيب خلينا نتكلم على حاجه بخصوص الكتابه في بريمير ممل شويه في الكتابه، فانت قدامك كذا حل. اول حل ان انت تستخدم افتر افكتس، وفي الحاله دي احنا مش متوفر معانا الافتر افكتس على سبيل المثال. وتاني حاله وهي ان انت ممكن تستخدم بلجن، والبلجن اللي انا كنت اتكلمت عنها في فيديو الاساسيات هي بريمير كومبوزر. دي بلجن بتنزلها بشكل مجاني ما فيهاش اي مشكله، وبس فيها كذا حاجه انت ممكن تشدها زي ما هي كده. ممكن نشد ده مثلا ونحطه كده، ولما الكتابه تنزل معانا بالمنظر ده ممكن نروح نغير فيها اي حاجه احنا عايزين نغيرها، الكتابه، الفونت، كل الكلام ده. فانا شايف البلجن دي هي استخدام كويس قوي ليك في الحاله دي، لانها بتوفر لك حاجه سريعه شكلها حلو كويس قوي، ممكن تظبطها زي ما انت عايز، وبس بتنزل زي ما قلت بشكل مجاني عادي خالص، بتعمل لها انستول زي اي برنامج في الدنيا. فخلينا نروح ندور على تاثير احسن ممكن نستخدمه في الفيديو. فلو جينا مثلا قربنا كده علشان نشوف بشكل اوضح، هنلاقي ان في دي حاجه مثلا ودي حاجه كمان. انا شايف ان دي كويسه قوي، بتعمل بلور كده وهي ماشيه وشكلها لطيف. فتعالوا نشدها ونحطها كده ونشوف مع بعض ازاي هنقدر نتحكم فيها علشان نخلي شكلها زي ما احنا عايزين. بعد ما نزلت اول حاجه هنعملها ان احنا نروح للبروبرتيز وننزل تحت شويه بس نكتب اسم الحاجه اللي احنا عايزين نكتبها. فانا هكتب هنا ميرو بالمنظر ده، وكمان هتاكد ان انا مغير لون الكتابه بتاعتي علشان هنا الكتابه لونها ابيض فمش واضحه.
انا مثلا هخليها باللون الاسود كده. وممكن كمان اغير الفونت. حاجه مهمه جدا ان احنا نختار هنا فونت غير الفونت اللي احنا بنستخدمه في الكابشنز، وفونت يكون بيعبر عن تايتل، يعني حاجه كده شكلها حلو. فمثلا انا بستخدم فونت اسمه هيلفيكتا كويس قوي، وممكن اقلل السبيسنج بتاعه من هنا بالمنظر ده كده مثلا. ممكن كمان اخليه بولد من هنا بحيث ان هو يبقى اضخم من العادي بتاعه. فده كده بالنسبه لشكل الانيميشن الاولي. هي ميرو. حلو قوي، بس محتاجين نعمل كام حاجه بسيطه كمان. اول حاجه ان احنا هنقلل بس الطول بتاعه، وتاني حاجه هنروح عند الانيميشن ان ونزود السبيد شويه بحيث ان هو يدخل اسرع من العادي. ممكن نخليه مثلا على 200 ونشوف كويس، بس محتاجين مثلا ممكن نخليه على 150 اعتقد كويس. حلو قوي. ولكن الانيميشن بحسس ان الكلام جاي من قريب، فممكن وانا عند البوزيشن هنا بالمره ازود البعد بتاعنا بحيث ان هو يجي كده. انا شايف ان هو كده حلو. ممكن كمان نبطئ الانيميشن شويه، خليها مثلا على 110. جميل، مفيش اي مشكله. في كمان كام حاجه بسيطه ممكن نظبطها، زي ان احنا لو حابين نعمل ستروك فممكن نختار لون الستروك اصفر مثلا بلون البراند ذات نفسه. نتاكد بس ان احنا عاملين له انيبل، علشان لو مش معمول له انيبل هيبقى مقفول. انا شايف ان شكله حلو وهو ثابت، بس وهو بيتحرك شكله مش لطيف، فانا هقفله ومش هستخدمه. السكيو هو حاجه بتميل الكتابه، فلو جينا زودناها مثلا هتبقى كده. انا شايف ان شكلها كده حلو قوي وهي معموله على 6. خلينا نشوف. حلو قوي. انا شايف ان كده شكل الكتابه حلو ولطيف ونضيف، مفيش حاجه مشتتاني في الصوره، ودي اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي. فدي كده هتبقى النتيجه بتاعه الانيميشن ده. والاداه دي هي ميرو. جميل قوي. خلينا بقى نكمل اللي بعد كده ونشوف الانيميشن التاني، وهو بيقول ان احنا هنحط نوتس ايكون. طيب احنا هنا جايبين الايكون بتاعت النوتس، وبس احنا دلوقتي هنحطها على نفس الباك جراوند البيضه اللي احنا حطيناها في الاول، ولكن هنشوف بس هنحطها فين. اداه ميرو هتساعدك ان انت تنظم افكارك. ممكن عندها هتساعدك ان انت تنظم افكارك. فنروح نجيب الكالر مات، نضغط بس على الت علشان نعمل منها نسخه ونخليها هنا. كمان نشدها قدام شويه بحيث ان هي تبدا مع، هتساعدك ان انت تنظم افكارك. هتبقى كل الجزء ده عليه الايكون بتاعت النوتس. نيجي بعد كده نجيب الايكون بتاعتنا بتاعت النوتس اللي هي دي. بس خدوا بالكم ان هنا الباك جراوند بتاعتها بيضه، والباك جراوند اللي احنا اخترناها ما كانتش بيرفكت وايت. فكل اللي انت هتعمله ان انت تحدد الايكون بتاعتك وتروح عند افكت كنترولز، هتنزل تحت عند البلند مود وهتخليه على داركن كلر بالمنظر ده. هتلاقي ان الباك جراوند الخلفيه بتاعتها اتشالت. ان انت تنظم افكارك. ممكن بس نقدمها شويه ونشيل من ورا كده بحيث ان هي نشوفها في الجزء الاخراني منها. هتساعدك ان انت تنظم افكارك. حاجه كمان ممكن نعملها وهي ان احنا نعمل له زوم اوت شويه لما يبدا يدخل. فنروح هنا عند السكيل نعمل كي فريم نطلعه قدام شويه، ونروح هنا عند اول كي فريم نعمل له زوم بحيث انه يبقى بالمنظر ده، ونخلي ده ايز اوت وده اخر واحد على ايز ان. نفتح السكيل بتاعنا ونشد ده ورا خالص كده، ونخلي ده كده لقدام بالمنظر ده. خلينا نشوف دلوقتي. ممكن نخليه مثلا كده. خلينا نشوف. بس ممكن نخلي البدايه بتاعتنا اكبر شويه كده مثلا، ونخليها كمان في النص عشان انا واخد بالي ان الايكون مش في النص. خلينا نشوف. هتساعدك ان انت تنظم افكارك. وبالنسبه اللي هتساعدك ان انت تنظم افكارك ككابشن، احنا ممكن نحطها، بس انا شايف ان احنا هنا ممكن نستعين بتايتل برضو، يعني هيبقى شكله لطيف. فخلينا نسيب دول زي ما هم او نقفلهم. ممكن لو ضغطنا على شيفت اي نقفلهم بالمنظر ده، ونكتب هتساعدك ان انت تنظم افكارك ولكن بشكل احسن. فخلينا نروح عند التكست تول بتاعتنا ونرسم هنا بوكس كبير نقول فيه هتساعدك ان انت بالمنظر ده، بس نخليها في النص اول حاجه، ونخلي كمان الكلام في النص، ونشيل الباك جراوند بتاعتنا لان احنا هنظبط شويه حاجات مختلفه. كمان انا هنا هخلي الكلام باللون الاسود علشان الخلفيه نفسها بيضه. وفي الحاله دي انا هستخدم فونت غير الفونت اللي انا استخدمته في الكابشنز، ولكن هنا هستخدم فونت بالعربي مش هيلفيكتا، لان هيلفيكتا انجلش بس. في فونت حلو قوي انا بستخدمه اسمه هاسين مغارب او حاجه زي كده، بصراحه مش عارف، بس هو ده اسم الفونت وممكن تحملوه هتلاقوه فري على النت. وده كده هيبقى الشكل بتاعه، بس نصغره شويه ونقفل البولد بس المره دي، فيبقى ده كده شكل الفونت. نتاكد بس ان الكلام نفسه او الجرافيك محطوط في النص، هيبقى كده. ممكن نطلع الايكون بس فوق شويه ونخلي الكلام نفسه تحتها، يعني الكلام يبقى تحت الايكون.
طلع كمان الايكون فوق، نزل الكلام كمان حاجه بسيطه كده. في نفس الجزء ده برضو ممكن نجيب نفس الافكت اللي هو اسمه داون اللي انا استخدمته قبل كده، بس الفكره في هنا في حاجه ان احنا مش بنكرر نفس الافكت قد ما ان احنا بنعمل ستايل لينا. كل ما كانت اختياراتك محدده اكتر في الافكتس وفي الالوان كل ما بقى عندك الستايل بتاعك انت. فلو انت بقى عملت انيميشن غير ده ما تقولش ان لا انا مش هستخدمه كل مره، لا حاول تثبت ليك حاجه ثابته علشان تبقى هي دي الستايل بتاعك. فلو جينا نشوف الانيميشن بتاعنا ونظبطه ونخلي كمان البدايه بتاعته فوق شويه هيبقى كده مثلا، وممكن نعمل كي فريم بس للاوباسيتي بحيث ان هو يبقى بادئ من 0 ل 100 هيبقى كده، وهتساعدك ان انت تنظم. وفي البريست اللي احنا حاطينه هتلاقي نفس الاختيار اللي هو سكيو، فممكن نزوده شويه كده بحيث ان الفونت نفسه يبقى واخد حاجه مختلفه شويه، يبقى مثلا على -2. وهتساعدك ان انت تنظم، وهتساعدك ان انت نضغط على Alt نعمل منها نسخه علشان كلمه تنظم افكارك هتتكتب تحتها. اول حاجه بس احنا هنختار الكلمه بتاعتنا وننزلها تحت شويه اللي هي تاني كلمه ونكتب هنا تنظم افكارك. بس واخدين بالكم من حاجه ان كلمه تنظم افكارك هي طولها مختلف عن هتساعدك ان انت، ففي الحاله دي ممكن نستخدم حاجه وهي الكشيده. الكشيده دي بتبقى مد الكلام بحيث ان احنا مثلا لو وقفنا على بعد حرف الت وضغطنا على شيفت جي فاحنا كده عملنا كشيده، مدينا الكلمه نفسها. هنا كمان نعمل شيفت جي كشيده، هنا كمان شيفت جي كشيده كمان، وهنا عند الكاف كشيده كمان، فتبقى او يبقوا الكلمتين نفس الطول او قريبين من بعض. وطبعا حسب الكلام انت ممكن تمد زي ما انت حابب. فخلينا نشوف دلوقتي وهتساعدك ان انت تنظم افكارك فده كده كان بالنسبه لتاني انيميشن. نيجي بعد كده للجزء ده وهو الجزء اللي احنا هنبدا نضيف فيه الفيديوهات اللي احنا صورناها زي فيديوهات المايند مابس والفريم وركس والحاجات اللي انا كنت وريتها لكم، الحاجات اللي هي زي كده. انا حابب اضيف الفيديوهات دي ولكن مش ساده، يعني انا مش حابب اضيف الكالر مات بتاعتي كده وبس احط عليها الفيديو بتاعي بالمنظر ده. هي لو اتوسطنت واتظبطت هيبقى شكلها جميل، ولكن في حاجه احنا ممكن نحطها ممكن تبين شكل البي رولز دي احلى ويبقى شكلها شيك، وهي الراوندد فريمز. يمكن انتم من فتره شفتوا الراوندد فريمز، او لو انت مش عارف يعني ايه الاسم ده فدلوقتي وانا بشرح لكم هتفهموا انا اقصد ايه بالظبط. طيب اول حاجه احنا هنعملها وهي ان احنا هنروح عند الريكتانجل تول ونرسم بوكس بحجم الشاشه كامل ونخلي لونه ابيض ونتاكد ان هو اللون الابيض 6F اللي هو ابيض ناصع البياض، ونضغط على اوكي. ثم بعد كده هنضغط على الريكتانجل تول تاني وهنبدا نرسم بوكس كمان. هنلاقي ان في بوكس اتعمل فوق البوكس بس هنتاكد ان ده لونه اسود ويبقى 6 صفار اللي هو اسود 100%، ونضغط على اوكي. نروح بعد كده للسلكشن تول اللي هي دي ونبدا نظبط في البوكس بتاعنا والحجم بتاعه. انا مثلا شايف ان البوكس بتاعي ممكن يبقى كده ويبقى طويل شويه بالمنظر ده. وبعد كده هنزل تحت عند الالاين اتاكد ان البوكس بتاعي موجود في النص، ممكن ارفعه حاجه بسيطه كده، فهو دلوقتي موجود في النص ما فيهوش اي مشكله. وبعد كده هروح عند الراوندنس بتاعته وهزودها، ممكن مثلا اخليها على 50 بالمنظر ده. فده كده هيبقى شكل الفريم بتاعي. بعد كده اللي انا هعمله هو ان انا هروح عند الافكت كنترولز وانا محدد الجرافيك ده وبس هخلي البلند مود بتاعه على سكرين، فهلاقي ان الابيض فضل مكانه والاسود اتشاف وبقى مبين لي اللي ورا الحاجه دي. فدلوقتي انا اللي باين ورا الفريم، بس احنا هنا بقى محتاجين نبين الفيديو بتاعنا، فهنطلع ده لفوق شويه كده ونروح نجيب الفيديو بتاع المايند مابس اللي هو ده ونشده من هنا ننزله بالمنظر ده كده، فنلاقي ان الفيديو ظهر معانا ورا. بس ممكن طبعا نصغره كده، نكبره شويه كمان كده مثلا، ونشوف وانا بوري شكل المايند ماب الفيديو طالع عامل ازاي. وده علشان هي هتخليك تقدر تعمل مايند مابس. ممكن نبدا الفيديو بتاعنا من اول هنا مثلا، نطلعه لقدام كده، وده علشان هي هتخليك تقدر تعمل مايند مابس. ممكن هنا نبين الكابشنز، يعني انا شايف ان احنا لو بيناهم هنا الموضوع مش هيبقى شكله وحش. فلو جينا نشوف الكابشنز باينه على البي رولز اللي هي مش جرافيكس وباينه بشكلها الطبيعي المنطقي وكأن انا لسه بتكلم ولكن ده فيديو انا بشرح فيه. ده علشان هي هتخليك تقدر تعمل مايند مابس. حلو قوي. نكمل بقى الفريم بتاعنا ده كده لقدام، فلو تشارتس. نجيب الفيديو بتاع الفلو تشارتس، نطلع بس الفيديو لفوق شويه نكبره، ممكن بس نختار جزء من الفلو تشارتس يبقى مقرب شويه زي الجزء ده. كمان فلو تشارتس كمان ترسم اي حلو قوي. فده كده تمام اخره هنا. ونطلع كمان الكابشن بتاعه، نجيب الجزء بتاع الفريم ورك اللي هو ده اللي انا بستعرض فيه الفريم ورك، وهنا كمان نجيب الكابشنز بتوعه ونسيبهم هنا.
كمان فلو تشارتس، كمان ترسم اي نموذج عمل او فريم ورك. حلو قوي. فانا هنا دلوقتي بس بعمل حاجه محدده، وهي ان انا بشو مش بتل. يعني انا وانا بتل انا بتكلم قدام الكاميرا بقول للناس على حاجه، هنا انا بوريهم، فمحتاج برضو ان انا اوضح الفكره بتاعتي بشكل اساسي. وبالنسبه للحاله دي فالفكره بتاعتي واضحه لان انا بوريهم حاجات من البرنامج نفسه. خلينا دلوقتي نروح للانيميشن اللي بعده. الاداه دي بكل بساطه موجوده اونلاين. جميل. انا هنا بقول ان انا هبين الانترنت ايكون اللي هي دي. حلو قوي. نروح عند اللي قبلها اللي هي دي، ونجيب اول حاجه الباك جراوند بتاعتنا نحطها هنا، بس هنخليها تبدا من اول كلمه موجوده اونلاين. كمان نجيب الايكون بتاعتنا نحطها، وبدل بقى ما نبدا نظبط في الايكون بتاعتنا زي كل مره فوق يمين شمال والبلند مود بتاعها، فاحنا ممكن نروح عند اول ايكون كليك يمين نعمل لها كوبي، ونروح عند تاني ايكون كليك يمين، بس مش هنعمل بيست، هنعمل حاجه اسمها بيست اتريبيوتس، ودي هتخلينا ننقل بس الافكتس اللي موجوده في اول ايكون، ونضغط على اوكي. هنلاقي ان هي خدت نفس المكان بالظبط. ممكن بس نظبط المكان بتاعها نخليها في النص، بس هتبقى كل حاجه زي ما هي بالظبط. حلو قوي. ممكن بس نطلع دي كده لقدام، ونخلي مع بدايه الايكون كمان بدايه الانيميشن، لان كل اللي فات ده احنا هنمسحه، وكل اللي جاي ده كمان احنا هنمسحه. وخلينا نشوف ببساطه موجوده اونلاين. هنا بقول ان هي موجوده اونلاين، فممكن نكتب كمان كلمه موجوده اونلاين بخط عريض، فممكن نجيب نفس التايتلز دي بالظبط طالما هي عجبانا نحددها ونحطها هنا. موجود. نكتب هنا كلمة موجودة ميم، وممكن نعمل بقى هنا كذا كشيدة 3 مثلا، واو جيم كذا كشيدة، وكده كلمة موجودة. كمان كلمة اونلاين ممكن نكتبها بالعربي عادي، نخلي الاتنين دول ينتهوا مع نهاية الانيميشن، فهتبقى بالشكل ده كده. بس انا شايف ان هم صغيرين فممكن نكبرهم، فممكن نروح عند اول واحدة نزود بس الفونت بتاعنا شوية مثلا 130 كويس، ناخده كوبي ونروح عند تاني فونت اللي هو ده نعمل له بيست هو كمان. ممكن بس ننزل تاني كلمة تحت شوية هتبقى كده، فده كده هيبقى شكل تاني انيميشن موجودة اونلاين. جميل. خلينا بعد كده نروح لاخر حاجة خالص، وهي ان انا بقول ان ده رابط الاداة اللي هو السي تي اي بتاع الفيديو او الكول تو اكشن. فخليني هنا اروح تاني البريمير كومبوزر ادور على شكل انيميشن كويس. في حاجات بتبقى بوكسد زي كده مش حاببهم بصراحة، وفي حاجات تانية شكلها شيك زي الحاجات دي. ده اللي انا اخترته في الاول، وده كمان شكله كويس، وده كمان برضو شكله كويس. فممكن ناخد ده شكله لطيف ونحطه هنا، وناخد لينك ميرو اللي هو ده كده كوبي، ونيجي هنا في البروبرتيز نعمل له بيست بالمنظر ده. ممكن كمان نختار فونت هيلفيكتا ولكن بوزن اخف شوية ريجولار كويس. ممكن نخلي التراكنج بتاعنا على -40 هيبقى شكله لطيف. كمان ننزل شوية نسرع الانيميشن بتاعنا. خلينا نشوف دلوقتي ده رابط الاداة. حلو قوي. بس خلينا بقى نظبط شويه حاجات، زي ان مثلا انا اكتشفت ان ممكن البولد يبقى كويس فممكن نزوده فعلا شكله لطيف. وممكن كمان ننزل الكتابه شويه او اللينك نفسه علشان يبقى في نفس وزن الكابشنز كده مثلا. خلينا نرجع تاني للجايد بتاعنا ونشوف، محتاج يطلع فوق شويه هيبقى بالمنظر ده. ده رابط الاداة. هرجع تاني عند التراكنج وهخليه على -20 علشان لما الفونت بقى بولد نفسه الكلام دخل في بعضه. لما كان ريجولار في الاول كان عادي، انما دلوقتي محتاجين نقلله شويه بالنسبه للتراكنج. فخلينا نشوف دلوقتي. ده رابط الاداة. حلو جميل. وده كده هيبقى شكل الكتابه بتاعتنا. ده رابط الاداة. انا كده شايف ان تمام بالنسبه للانيميشنز اللي احنا حطيناها وبالنسبه للتايتلز. نيجي بعد كده للحاجه اللي بعدها، وهي ان احنا نحط الزوم ان والاوت. بالنسبه للزوم ان والاوت هي تريكي شويه لان هي بيبقى فيها حاجه معتمده على الكي فريمز، ولو انت شفت طبعا فيديو الاساسيات هتبقى فاهم الكي فريمز، ولو انت ما شفتوش فخليني اشرح لكم بشكل مبسط ايه هي الكي فريمز او ازاي نعمل انيميشن زوم اوت مثلا في اول الفيديو. ولو انت برضو ما فهمتش فانا هسيب لكم بريسيت بشكل اساسي ممكن تحطه يعمل لك الزوم اوت افكت، وممكن تظبطه زي ما انت عايز. ولكن طبعا انا ارشح ان انت محتاج تشوف فيديو الاساسيات علشان هو يفهمك الكي فريمز، وكمان محتاج تعيد عليه بايدك لان دي حاجه ممكن انت تفهمها مع التطبيق. الموضوع بيختلف من شخص للتاني، ولكن الاكيد ان الموضوع مش صعب على الاطلاق، وده اللي انا هثبته لكم دلوقتي بالظبط. حلو قوي. خلينا نرجع لاول الفيديو بتاعنا. ده كده اول الفيديو بتاعنا، واحنا محتاجين نعمل كي فريم للسكيل لان احنا هنعمل زوم اوت افكت. فاول حاجه نضغط على العلامه بتاعه الساعه علشان نعمل كي فريم زي ده ونطلعه لقدام شويه، وبعد كده نضغط هنا علشان نعمل نقطه كمان زيها بس في الاول، ونخلي النقطه دي على 115 مثلا، فبحيث ان النقطه دي تبقى 115 ودي 100 بالظبط، فنتحرك بين النقطتين بالشكل ده. اول واحده نحددها كليك يمين نعمل لها ايز اوت، تاني واحده نحددها نعمل لها ايز ان، ونفتح دي نشد ده لورا خالص اللي هو بدايه الانيميشن، ونيجي عند الاخر ده نشده برده لورا بحيث ان هو يبقى نهايه الانيميشن. فده كده هيبقى شكل الانيميشن بتاعنا. تعال اعرفك على اداه
حلو قوي. ممكن بقى تمده زي ما انت عايز، حابب ان هو يبقى ابطأ من كده، حابب ان هو يبقى اسرع من كده. الموضوع متروك لذوقك انت، واللي انت تشوفه صح هو اللي انت خليك مكمل عليه. نفس اللي احنا عملناه ده بقى هو بالظبط، ما فيهوش اي اختلاف. حاجه اسمها هوك زوم ان انا عاملها، دي بتعمل نفس التاثير ولكن على حاجه اسمها ترانسفورم علشان تعمل لك موشن بلور افكت، اللي هو ده كده زي ما انتم شايفين هنا في تاثير وكأن في هزه في الكاميرا. فده هو نفس اللي انا عملته، ولكن بدل ما انا عملته على الموشن هنا انا جبت تاثير اسمه ترانسفورم اللي هو ده وحطيته، فهينزل معايا بالمنظر ده، وعملت عليه نفس الانيميشن بالظبط. حتى هتلاقي ان الاثنين ده اسمه ترانسفورم وده كمان اسمه ترانسفورم، بس انا حطيت الكي فريمز بتاعتي زي ما انتم شايفين. فالجميل هنا ان انت ممكن تختار اي بوينت انت حابب تبداها. يعني هنا مثلا لا انا حابب ازود الزوم شويه، فخليني نوصله مثلا ل 120 بالمنظر ده كده. خلينا نشوف نفس الانيميشن. حابب اخليه بطيء، طلعه قدام. حلو قوي بطيء. طب حابب اعكس، لان الفيديو اللي بعده انا ممكن ازوم ان بدل ما ازوم اوت، فعادي جدا هجيب الهوك زوم ان اللي انا هحطه لكم اكيد في الديسكربشن بتاع الفيديو، هحطه في تاني فيديو كده. هاجي عند اول كي فريم بدل ما هخليه على 108 انا هخليه 100 اللي هو الطبيعي، وهاجي عند تاني واحد اخليه مثلا على 110 بالمنظر ده، فالانيميشن بتاعي هيبقى كده. والاداه دي وكأن انا بركز على الكلام، والاداه دي في زوم ان بيحصل. فلو جينا نشوف تعال اعرفك على كده البدايه هتفيدك لو انت بتحب تخطط لافكارك، والاداه دي هي ميرو. حلو قوي. فانا كده عملت زوم اوت افكت وعملت زوم ان افكت. اللي بيحصل بعد كده هو ان احنا بنimplement الحاجات دي في باقي الفيديوهات بتاعتنا، ولكن بشكل منطقي وكويس مش وحش. يعني مثلا خلينا نكمل. اداه ميرو هتساعدك ان انت تنظم افكارك، وده علشان هي هتخليك تقدر تعمل مايند مابس وكمان فلو تشارتس، كمان ترسم اي مفيش نموذج أي عمل مشكلة. او فريم ورك. والاداه دي بكل بساطه موجوده اونلاين. هنا احنا مثلا ممكن نعمل زوم ان افكت كمان، فبدل ما نعمله او ننزله هو كمان هنا ونفضل نعمل عليه كل التغيرات، لا احنا عملناه هنا بالفعل. فممكن نيجي هنا، نيجي واقفين نعمل له كوبي، ونيجي هنا واقفين نيجي عاملين كنترول في علشان ننزله هو كمان، بحيث ان احنا نعمل له بيست. وخلينا نشوف. والاداه دي بكل حلو قوي. بس ممكن مثلا نزود الزوم بتاعنا شويه كده. والاداه دي بكل بساطه موجوده. ممكن نبطئها كمان كده. والاداه دي بكل بساطه موجوده اونلاين. فالزوم ان حصل مننا هنا، والزوم اوت حصل من الايكون نفسها، فالموضوع ماشي بشكل ما ان هو سموز. خلينا نكمل. يعني ممكن تفتحها من اي متصفح ومش محتاج تحمل. هنا احنا ممكن نعمل غلطه، زي ان احنا ممكن نحط زوم اوت افكت هنا مثلا. حلو قوي. احنا حطينا زوم اوت افكت شكلها حلو. طيب لو جينا هنا خدنا الزوم ان اللي هو العكس وحطيناه في الفيديو اللي بعده اللي هو ده، وجينا نشوف تفتحها من اي متصفح ومش محتاج تحملها، وبس كده. فاحنا دلوقتي حطيناه وشكله حلو. طيب ماذا لو هو عجبنا وقلنا طب ما تيجي نحطه بقى على الفيديو اللي بعده؟ خلينا نحطه ونشوف ايه الشكل اللي احنا نطلع بيه في الاخر. من اي متصفح ومش محتاج تحملها، وبس كده. في زوم اوت حصل، الفيديو اللي بعده حصل فيه نفس الافكت. فاحنا المفروض ده كان يحصل ازاي؟ كان المفروض يحصل العكس. هنا اعمل لي زوم ان، قرب لي، وفي الفيديو اللي بعده ابعد عني بنفس القيمه علشان انا عيني ما تتعبش، لان انا هنا مركز على المستوى ده من العين. خلينا نشغل بس الرولرز بتاعتنا. انا هنا مركز على مستوى عيني بالظبط. الولد ده بيتكلم دلوقتي، خلينا دلوقتي مركزين معاه. تمام. قطعت على حاجه هو عينه فيها بقت هنا، فانا ازاي هركز معاه؟ مش هعرف اركز. ولكن لما العكس يكون موجود، ان احنا عملنا زوم ان فانا عيني مركزه مع الولد ده هنا، وبعد كده عملت زوم اوت افكت من نفس مكان عينه او نفس مستوى عينه، انا عيني نفسها مستريحه ما تعبتش. فالصح ان احنا نشيل ده ونجيب الزوم ان افكت نحطه في الفيديو اللي بعده. هنا انا حطيت عند الاي ليفل، وخلينا نشوف. بس انا هنا دلوقتي عيني مستريحه مفيش اي مشكله، وده علشان انا عرفت اظبط الزوم ان والاوت. خلينا اقول لكم ان الزوم ان والاوت هو من الحاجات البسيطه قوي في العمل، بتفرق قوي في الفيديو لما تحطه، ولكن لما بتعمل اخطاء فيه بتبقى كارثيه، لانها بتاثر بشكل ما على الفيديو. فبالتالي ممكن عيني ما تبقاش مستريحه وانا بشوف الفيديو، فبعرف اميز ما بين الشخص ده بروفيشنال او هو مبتدئ ولكنه متعلم صح، ودي نقطه مهمه ان احنا نركز عليها في الفيديو ده. طيب نيجي بعد كده لمرحله مهمه، وهي مرحله ان احنا نضيف الترانزيشنز بتاعتنا. الفيديوهات دي حلوه وعليها انيميشنز وشكلها كويس، ولكن ممكن تكون احلى حاجه كويسه لو احنا عرفنا نحط ترانزيشنز او انتقالات ما بين الفيديو والفيديو تبقى شكلها لطيف. طيب بريمير كومبوزر بالفعل فيه ترانزيشنز. لو انت حابب مثلا تحط حاجه زي البان مثلا، فممكن تحددها وتضغط على اد، هتلاقيها بدات تنزل لك هنا. وفي كل الفكره ان انت ما بين الفيديو والفيديو هنا في كات، فهات الترانزيشن بتاعك كده زي ما هو وحطه ما بين الفيديوهين، بحيث ان الكات بتاعت الترانزيشن تبقى متناسبه مع الكات بتاعت الفيديو. فلو جينا نشوف ده كده هيبقى شكل الترانزيشن بتاع البريمير كومبوزر. والاداه دي
شكلها حلو وجميل، وعامة انا حابب شكل الستايل ده من الترانزيشنز، يعني لو ده ماشي معاك حلو قوي. ولكن انا هسيب لكم لينك ترانزيشنز تانية ممكن عادي تستخدموها، اللي هم الترانزيشنز دي. فتعالوا نبدا ننزل الحاجات دي واحده واحده ونشوف شكلها عامل ازاي. فخلينا نصغر شكل التايم لاين ونجيب مثلا ترانزيشن زي ده اللي احنا كنا واقفين عليه، كان شكله حلو قوي، ونشده بالمنظر ده ونبص عليه. خلينا بس نشوفه بشكل اساسي كده ونحلله. هنلاقي ان اكتر حته بتبقى مليانه فيها الشاشه بتبقى الحته دي، واحنا واقفين عليها نضغط على حرف الام علشان يعمل لنا ماركر في الكليب ذات نفسه. اخدتوا بالكم ليه انا كنت بقول لكم في الاول لازم نعمل مارك في التايم لاين مش في الكليب؟ هنا المارك نعمله في الكليب علشان نعرف نحدد نص الفيديو فين، او احنا هنحط الفيديو ده ما بين ايه وايه، فيبقى كده مثلا ما بين حاجه وحاجه في مارك. فخلينا نحطه ما بين الفيديو ده والفيديو ده كده، ونتاكد بس ان هو معمول على 50 لان الترانزيشن ده 4K واحنا شغالين على فيديو فول اتش دي. بس هنا هنغير البلند مود بتاعنا، هنخليه على سكرين بالشكل ده كده، فده كده هيبقى الشكل بتاعه. شكله لطيف وانت بذوقك ممكن بقى تتحكم فيه زي ما انت عايز. انا مثلا هروح عند اللومتري كولر اللي هي بتاعه التلوين دلوقتي، واخلي الساتوريشن بتاعه على 0 علشان يبقى باللون الابيض كده. شكله حلو بالنسبه لي. هكمل. ممكن كمان اجيب الترانزيشن ده واحطه هنا واشغله، اشوف فين الحته اللي بتبقى ماليه الشاشه. انا مثلا الحته دي بالنسبه لي كويسه، فاضغط على ام علشان اعمل لها مارك واحطها في النص، وهقلل الساتوريشن، وكمان هروح عند الافكت كنترولز واخليها على سكرين، واتاكد كمان ان السكيل بتاعها معمول على 0. خلينا نشوف. شكلها نوعا ما مقبول، ولكن هنا ممكن نعمل استثناء ان احنا نكبرها بس عشان تبقى ماليه الشاشه، فتبقى بالشكل ده. اوكي. وهنا احنا كمان ممكن نضيف افكت الزوم ان، فتعالوا نجيبه من هنا ونحطه في الفيديو ده. اشياء كتير وشكلها احسن. هنا انا مش عايز اعمل اي ترانزيشنز، عادي كمان ترسم اي نموذج عمل او فريم ورك، والاداء بكل بساطه. ممكن هنا نجيب اول ترانزيشن نضغط على الالت علشان نعمل منه نسخه ونحطه هنا. والاداء شكلها حلو بكل بساطه موجوده اوفلاين، يعني ممكن تفتحها من اي هنا عادي. ممكن ما احطش اي ترانزيشن واسيبها هارد كات زي ما هي، شكلها كويس. متصفح ومش محتاج تحمل وبس كده. ممكن هنا احط ترانزيشن علشان ابين ان انا فصلت ما بين سيجمنت وسيجمنت، ان انا هنا كنت بتكلم عن التول، هنا السي تي اي بتاع الفيديو. فلو جينا نشوف وبس كده. اوكي، وبس كده. شكلها لطيف مش وحش، جميل. فده كده بالنسبه للجزء بتاع الترانزيشنز. مش لازم كل شويه تحط ترانزيشن مختلف عن التاني بشكل عام، لا زي ما قلت كل ما يبقى ليك اختيارات محدده كل ما يبقى عندك ستايل اكتر، ودي حاجه اللي انت لو عرفت تبنيها في بدايه المونتاج بتاعك هتعرف تكمل بيها وهتاخد مستوى حلو وهتبقى مميز عن غيرك. طيب نيجي بعد كده للمرحله اللي بعدها وهي مرحله التلوين. في مرحله التلوين انت كشخص بتعمل فيديو ب $25 مش محتاج اكبر ورك فلو، يعني مثلا مش محتاج تستخدم دافنشي، احنا ممكن نعمل تلوين كويس في بريمير. فخلينا نروح لاول كليب، نختار فريم كويس زي ده مثلا كده، ونقفل كل حاجه، نشغل بس الفيديو بتاعنا علشان نبقى مركزين على الفيديو وبس. فانا دلوقتي قفلت كل حاجه وشغلت تراك الفيديوهات فقط. طيب واحنا واقفين على الفيديو هنروح لخانه اللومتري كولر، ولو مش موجوده عندك او انت قافلها بالمنظر ده هتروح عند ويندو وهتنزل تحت هنا عند لومتري كولر تفعلها، هتلاقيها نزلت معاك بالمنظر ده. اول حاجه انا بعملها ووضحتها في فيديو اساسيات المونتاج هي ان انا بخلي الفيديو بالكامل ابيض واسود علشان اعرف اعدل الاضاءه بتاعتي. فمثلا برفع الهايلايتس شويه، بقلل الشادوز، ممكن كمان ارفع الوايتس حاجه بسيطه، اقلل البلاكس، ارجع تاني الساتوريشن بتاعي وعلشان اشوف قبل وبعد تظبيط الاضاءه الصوره بقت عامله ازاي. ممكن ارجعه كمان 0% واقفل البيزك كوركشن وانزل تحت عند الكولر ويلز اند ماتش، ودي برضو بتديني ادوات كويسه ممكن اتحكم فيها في الشادوز والميد تونز زي كده، وكمان الهايلايتس بالمنظر ده. نرجع تاني عند البيزك كوركشن، دبل كليك علشان نرجع كل حاجه زي ما كانت، فده كده قبل وبعد. مثلا ممكن نظبط حاجات تانية زي الوايت بالانس بتاعنا، فانا شايف ان الصوره لو بقت دافيه اكتر هيبقى شكلها احلى. كمان لو بقت بنفسجيه حاجه بسيطه كده مثلا على 5، ممكن نخليها على 5 هيبقى شكلها احلى بكتير. ممكن نعلي الساتوريشن نخليه على 110 بالمنظر ده. فده كده بشكل اساسي التلوين بتاعنا قبل، وده كده بعد. فزي ما انتم شايفين ده كده الفرق الشاسع اللي ما بين قبل وبعد. طيب نروح بعد كده لحاجه مثلا زي الكيرفز، وننزل عند الهيو فيرسس ساتوريشن، نضغط على القطاره ونحدد لون الجلد بتاعي علشان نقلل بس الساتوريشن بتاعه حاجه بسيطه قوي زي كده. ممكن نختار لون زي اللون الكحلي ده او الازرق ونعلي الساتوريشن بتاعه كده. كمان ننزل عند الهيو فيرسس هيو، نختار الكالر بيكر برضو ونحدد اللون الكحلي ونغير لونها شويه مثلا
شايف ان اللون ده ممكن يبقى شكله اشيك شويه. فده كده الفيديو بتاعنا قبل، وده كده بعد. يعني حلو جدا من اقل التعديلات اللي احنا عملناها. فدلوقتي دي كده النتيجه بتاعتنا حلو قوي. خلينا ناخد التلوين اللي هنا، نروح عند الافكت كنترولز، ننزل تحت عند اللومتري كولر او التلوين اللي احنا عملناه. يعني ده احنا بنتحكم فيه من اللومتري كولر بشكل اوضح، ولكن هو في الاول وفي الاخر تاثير عادي جدا زيه زي باقي التاثيرات. خلينا ناخده كوبي من كنترول سي، وبعد كده نحدد باقي الفيديوهات بتاعتنا اللي هم دول، ونقف عند اي فريم عشوائي ونضغط على كنترول في علشان نتاكد ان التلوين اتطبق في الفيديوهات كلها زي ما انتم شايفين كده. فده بكل بساطه ووضوح بالنسبه لمرحله التلوين. ستيب بسيطه قوي وهي ان انت تخلي الفيديو بتاعك ابيض واسود في الاول علشان تبقى شايف الاضاءه بشكل واضح وتوصل لنتيجه زي كده. انا شايف ان الفيديو ده من احد افضل الالوان اللي انا عملتها في حياتي بصراحه، من حاجات بسيطه قوي مش اكتر من كده. نيجي بعد كده لاخر مرحله، وبالمناسبه هي مرحله مهمه جدا، وهي مرحله تظبيط الصوت. في تظبيط الصوت انا بس بظبط صوتي انا وبحط كام ساوند افكتس مش اكتر من كده. فبالنسبه لصوتي انا بروح لحاجه اسمها اوديو تراك ميكسر، ولو مش موجوده زي ما قلت بتفعلها من الويندو وبعد كده بتفعلها من هنا. هتلاقي ان اوديو تراك ميكسر متفعله، واول حاجه هتضغط على السهم ده، وده علشان تقف على اول تراك اللي هو تراك 1. وتراك 1 ده بالمناسبه اللي هو اول تراك، ده اول تراك صوت اللي هو صوتي انا. لو في ساوند افكتس فبتبقى في تراك 2، فبتبقى دي التعديلات بتاعه تراك 2، تراك 3، تراك 4 وهكذا. طيب احنا دلوقتي في تراك 1 علشان هو ده اللي فيه الصوت بتاعي، فهروح عند السهم الصغير ده، هنزل عنده، هروح عند فلتر اند اي كيو واختار حاجه اسمها بارامتريك ايكولايزر، وبكل بساطه دبل كليك عليها وهرفع الفريكونسيز اللي موجوده هنا بالشكل ده كده. ده هيعمل فرق جامد في الصوت. نيجي بعد كده لتاني افكت معانا وهو افكت الدي نويز، بنجيبه من هنا وبس هخليه على 7 بالكتير او 8، ممكن 8. ما انصحش طبعا تماما ان انت تروح توصله 50 وكده، لان ده هيبوظ الصوت بشكل تام. وبس ده كده بيبقى تاني تأثير. بعد كده محتاج بس تراقب الصوت بتاعك واصل لحد فين. هو هنا بالنسبه لي واصل لسالب 6 كويس خالص. لو انت شايف ان هو محتاج يتظبط شويه فممكن تحدده كله بالمنظر ده وتضغط على حرف الجي، ولو حابب تقلله شويه بتخليه مثلا سالب 4 فبيقل شويه، حابب تزوده بتضغط على الجي وبتخليه مثلا على 3 بيرفع. كل ما هو فوق الصفر بيرفع، وكل ما هو تحت الصفر فده بيقلل من مستوى الصوت. انا بالنسبه لي هسيبه زي ما هو ما فيهوش اي مشكله. وخد راحتك بالمناسبه ان انت تستخدم الاي اي بتاع الصوت اللي في ادوبي، وده اللي انت هتلاقيه بالمناسبه جوه البريمير في الاسينشال ساوند. لو ضغطت على انهانس وانت محدد كل الصوت بتاعك هيبدا يظبطه، بس ما تسيبوش على 7 برضه، ممكن مثلا تخليه على 3. يعني اعمل من كل حاجه بسيطه قوي علشان في الاخر تاخد تجربه صوت نقيه وواضحه. بعد ما ظبطنا الصوت بتاعنا فاضل بس ان احنا نحط بعض الساوند افكتس على بعض الحاجات اللي موجوده في الفيديو بتاعنا. فتعالوا نروح عند البريمير كومبوزر، واللي بالمناسبه فيها برضو ساوند افكتس موجوده تحت. لو نزلنا تحت خالص هنلاقي ان في ساوند افكتس بتبدا من هنا. يعني مثلا ده ساوند افكت، ده كمان ساوند افكت، ده ساوند افكت، كل دي ساوند افكتس احنا ممكن نستخدمها. فخلينا نكتم الصوت بتاعنا من هنا، اللي هو الصوت بتاعي انا اللي في الفيديو هكتمه بشكل اساسي. خلينا من هنا نبدا نركز على ايه اللي بيحصل في الصوره، ومن هنا هنجيب الساوند افكتس بتاعتنا. خلينا نبدا في زوم اوت بيحصل على طول، فمثلا افكت زي الووش هيبقى كويس قوي. خلينا نفتح دي ونروح عند الساوندز على طول عشان توفر علينا وقت. ينفع، مش هينفع كمان، برضه مش هينفع. يعني كويس بس برضه مش هينفع في الحالة دي. فمثلا ده كويس، اللي هو السوفت سلايد، نشده ونحطه تحت كده هنلاقيه نزل معانا بالمنظر ده. خلينا نشغل، بس هو محتاج يتقص شوية من البداية ويجي في البداية كده ويتعمل له بس فيد ان ونشغله كويس قوي. خلينا نكمل. هنا حصل زوم ان، فممكن مثلا نجيب حاجة زي كده وننزلها. ممكن نطلعها قدام شوية ونخليها تبدأ من هنا ونعمل لها برضو فيد ان. ممكن هنا عند الترانزيشن نجيب حاجة بتعبر عن الترانزيشن. الساوند افكت ده مش اقرب حاجة ولكنه ممكن يشتغل كويس، خلينا نشوفه. بس نعمل له فيد ان في البداية. يعني هو مش اقرب حاجه، انت طبعا ممكن تدخل على اي ويب سايت من الويب سايتس اللي انت عارفها وتسيرش على اي ساوند افكت انت عايزه، ولكن بما ان احنا بنستخدم باللي موجود جوه البريمير فده ممكن يكون حاجه كويسه. ممكن هنا كمان نجيب افكت نحطه زي الوش، ده كويس قوي. خلينا نشوف.
اوكي هنا كمان بيحصل نفس الترانزيشن، فممكن نعمل منه نسخة بالمنظر ده. ممكن هنا في ايكون، ممكن نجيب صوت زي ده للايكون هيبقى لطيف. ممكن نجيب صوت زي الكليكس والاصوات اللي زي كده اللي هي زي الماوس كليك. الحاجات دي هتبقى كويسة قوي مع الكتابة اللي بتطلع، تبقى مع بداية ظهور الكتابة. وكمان هننزلها هنا. حلو قوي، جميل. وهنا الجزء بتاع الفيديوهات اللي بتشرح البرنامج من جوه، ممكن تشوف ان لا احنا مش المفروض نحط حاجه هنا، ولكن خليني اقول لك ان ساعات الماوس كليكس بتبقى كويسه قوي في الفروقات ما بين اللقطه والتانيه. يعني هنا مثلا شكلها حلو والصوت بيعبر فعلا عن ان في كات حصلت. هنا كمان ممكن نحط واحد، فلو جينا نشوف عادي كليك اللقطه اتغيرت، كليك كمان اللقطه اتغيرت. ففعلا الفكره بتاعتنا وضحت اكتر. طيب خلينا نكمل. هنا في ترانزيشن، تعالوا نجيب الساوند افكت بتاع الترانزيشن نحطه هنا. جميل، بس نطلعه قدام شويه. هنا نفس الكلام بتاع اول ايكون، هنجيب الصوت بتاع الايكون هنا نعمل له كنترول سي كنترول في علشان ينزل. اوكي ممكن كمان نجيب الصوت بتاع التكست اللي هو ده. كمان نجيب الاصوات بتاعه الكليكس نحطها كده، وده كده باصوات الكليكس. خلينا نكمل. هنا في زوم اوت بيحصل، فممكن نجيب اول زوم اوت حصل خالص اللي هو ده. خلينا نشوف. اوكي جميل. هنا كمان في ترانزيشن، فممكن ناخد الترانزيشن الساوند افكت بتاعه. وفي الجزء ده بتاع الكتابه ممكن نجيب صوت الميكانيكال كيبورد نحطه هنا، وده كده هيبقى شكل الساوند افكتس. طبعا دي كتجربه صوتيه هي مش اكتر تجربه بروفيشنال خالص، لان في ساوند افكتس كتير قوي، بس زي ما قلت دي حاجات فري انت ممكن تستخدمها، ممكن اي حد يستخدمها. وكمان في ساوند افكتس انا كنت بسيبها ساعات في الكورس بتاعي، فدي كمان حاجات لو انت مشترك في الكورس ممكن تروح تاخدها عادي وتستخدمها، ما فيهاش اي مشكله. ولكن دي كتجربه صوتيه بشكل عام. طيب احيانا الساوند افكتس بيبقى صوتها عالي عن صوتك انت، فازاي تطمن ان كل الساوند افكتس مستواها تحت صوتك؟ ممكن تعمل حاجه سريعه جدا وسهله، وهي ان انت تروح عند التراكس بتاعه الساوند افكتس وتوطي صوتها بحاجه اسمها الهارد ليميتر. وزي ما انتم واخدين بالكم في اوديو 2 واوديو 3 احنا حاطين الساوند افكتس بتاعتنا، فممكن هنا عند الاوديو تراك ميكسر نروح عند الاوديو 2 اللي هو ده، وننزل تحت نختار الهارد ليميتر اللي هو ده، ونخليه على سالب 15، وناخده من هنا كوبي ونعمل له هنا كمان بيست. وبكده احنا اطمنا بشكل اساسي ان كل الاصوات بتاعتنا دي عمرها ما هتعدي عن سالب 15. طبعا هي ممكن تكون الاصوات اللي عندك عاليه شويه فمحتاج تخليها على سالب 18 فتقللها. في حاجات تانية محتاج تخليها باينه وواضحه معاك في الصوت لان طبيعتها ان هي ضعيفه، ممكن تخليها مثلا على سالب 5، ممكن تخليها مثلا على سالب 10، وهكذا. الموضوع كله بيمشي حسب ما انت شايف تجربتك للصوت عامله ازاي. انا ساعات ببقى شايف ان الساوند افكتس افضل حاله ليها انها تكون في نفس مستوى صوتي، ولكنها في فريكونسيز مختلفه. دي حاجات تانية ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديوهات تانية، ولكن دي كانت كل حاجه بالنسبه لي ازاي نقدر نعمل ريل كويسه وبشكل لطيف ما فيهوش اي مشاكل، وكمان كتكنيكال، وكمان كعيني انا كشخص بيتفرج على الفيديو ما انزعجش بسبب حاجات ليها علاقه بالفريمنج او الكابشنز وهكذا. ان شاء الله انا دلوقتي شغال على كورس كامل ازاي تقدر تعمل مونتاج للمحتوى، سواء كان محتوى ريلز او محتوى طويل، وده هيكون محتوى قوي جدا بيتحدث بشكل شهري. يعني كل شهر يبقى فيه ليسونز جديده بتنزل، شروحات لفيديوهات معينه وستايلات مختلفه، كل الستايلات اللي احنا بنشوفها اليومين دول. وان شاء الله في حاجات كتير قوي هتشوفوها هتعجبكم بالنسبه للنظام اللي احنا هنمشي عليه، وكمان بالنسبه للتواصل، وكمان بالنسبه اكيد للمحتوى اللي هينزل. فخليكم متابعين، ان شاء الله قريب هنعلن عن نزول الكورس. وبس كده. اخيرا لو الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.